ميرسي. اهلا بكم في البرنامج. واضح ان بقى يجي لي كتير ضيوف في اي بي. الفنان اسر ياسين، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ انت كويس؟ انت كويس؟ هو فرق كبير قوي بين اصاله وبين حضرتك. مش عارف هو كده وبتاع. انا كنت عايز اسالك سؤال. الاعلان بتاعك انت كنت طالع تسخف على الناس. انا كده. ده شخص انا كده. اهلا باستاذ وفنان اساسي. المحامي بتاعنا اوكي مش مشكله. هنحتاجه قوي النهارده في الحلقه دي. بصوا انا هعمل حاجه بس ارجوكم يعني بلاش تفهموني غلط. اوكي. مبدئيا مفيش فايده، كل ما بتطلع كوابيس. بصوا انتوا عارفين مشكلتي مع البطاطين، لكن النهارده هجيب سيرتها في غرض كويس. في حمله اسمها حمله المليون بطانيه للصعيد، والموضوع ده هو مش بس بطاطين، ده تسقيف بيوت وادويه ووسائل تدفئه. نرجو انها ما تبقاش هوجه وخلاص، وان احنا نكمل مشروعات في الصعيد تانية اهم واكبر. فالارقام بتاعت حسابات موجوده تحت. لو كنت عايز تشارك في حساب النهضه وتتطهر من ذنوبك دي حاجه تانية. ممكن تتناهض بذنوبه بحاجه احسن من كده. وانا بوعد اللي هيشارك في الحمله دي ان انا مش هجيب سيرته لغايه الحلقه الجايه. يعني اي حاجه بعيده عن السياسه والاستفتاء والدستور. بمناسبه الدستور مش نعمل حلقه كامله النهارده عن الدستور، لاننا كنا في انتظار خطاب الرئاسه عشان نكمل الصوره، وشكلهم قاصدين ان هم يطلعوا بالخطابات في نفس يوم التصوير. مش سهلين انتوا برضه خلاص. فبدل كده يعني احنا هنتكلم على تواجع الموضوع دوت الاسبوع الجاي، لكن النهارده انا عايز اتكلم عن الانقسام اللي جابه الاستفتاء. ليه قوى المعارضه مش راضيه تتعاون مع الرئاسه؟ ليه مش قابله اي حاجه تعملها الرئاسه؟ ليه معترضه على الاستفتاء؟ معترضه على الدستور؟ هم بيحسدوا الدستور. في مجالسهم الخاصه ان ده اعظم دستور عملته مصر. بيحسدوا الدستور 5 وخميس. الله، هو ده السبب. الحسد، مش خلاف ايديولوجي، مش اعتراض على طريقه الحكم. الحسد. البرادعي ايوه قد كده اهوت النبي الرصاصه. عشان كده لو عايز تفسر اي خلاف سياسي حصل في السنه اللي فاتت، الاجابه هتكون اننا محسودين. يبقى اي قضيه خلافيه بين الرئاسه والمعارضه او الاعلام هتكتشف انها عشان احنا محسودين. عشان كده في حلقه النهارده هنتكلم على واحده من القضايا اللي شغلت الراي العام السنه اللي فاتت. يمكن نقدر نفهم موضوع الحسد. موكب الرئيس. لما انت بتشتري عربيه جديده انت بتخاف عليها تتحسب من جارك، اما بالنسبه للرئيس في 85 مليون عين تفلق الحجر. انت خايف على عربيتك، فما بالك بعربيه الرئيس له حق يخاف عليها. عشان كده تلاقيه مرتبط بيها جدا. مره يزعل عليها في احداث الاتحاديه، مره يتكلم على احداث رفح وهي في الخلفيه. العيون دي كلها خلت الرئيس مرسي يعمل تغييرات جذريه لاول مره في تاريخ مصر. في الاول الحرس كان بيأمن الرئيس، دلوقتي بقوا يجروا يأمنوا العربيه، حتى ما بقاش عندهم وقت يلبسوا جزامهم. الناس اللي بتنتقد الرئيس وتقول كانت فين فتحة الصدر في التحرير ودلوقتي ماشي بموكب، مش عشان هو خايف على نفسه، لا هو عشان هو خايف على العربية. بمناسبة العربية والموكب، عامة الرئيس كعادته أخذ قرارات مؤثرة في حياة الشعب. هذا وطلب الرئيس محمد مرسي خلال زيارته لقصر الاتحادية الجمهورية أمس من القيادات الأمنية تخفيف
تخفيف الإجراءات الأمنية وتقليل عدد السيارات في موكبه الرئاسي لعدم استفزاز المواطنين وحتى لا تصاب حركة المرور بالشلل. وعلى صعيد آخر صرح المواطنون إن هم مش محتاجين الموكب حتى يصابوا بالشلل. ربنا يخليكوا لينا. أنا مش فاهم ليه الناس الحقيقة عاملة مشكلة علشان الموكب. تعالوا حتى نعد العربيات مع بعض، أدي 1 2 3 4 عربيات، بس في إيه لما الرئيس يمشي بموكب في 10 عربيات؟ ما هو يا دوب 19 عربية يأمنوه، وبعدين شوارع مصر تستحمل موكب 30 عربية، وده رئيس يعني في 65 عربية معاه. وماله؟ انا زفت بنت خالتي الاسبوع اللي فات كان فيها 140 عربيه. قفلنا 3 كباري ونفقين وشارع جانبي. دي مساله عاديه. انا مش فاهم الاعلام مكبر حكايه الموكب بالرئيس ده ليه؟ الشعب هو اللي قرر. جربتوا ان انتوا تسالوا الشعب؟ كنا الاول بنقف بالساعه وبالساعه ونص لو حد طالع يعني ذو منصب او كده. امبارح طبعا اتفاجئنا ان الرئيس الجديد محمد مرسي في العصر بدون ما نعرف يعني. حاليا دلوقتي بقى له يومين بينزل الرئيس محمد مرسي والشوارع متفتحه عادي ما بنحسش بوجوده. اول دخول لي العصر من غير ما احنا نحس بيه. مش حاسين بيه. ولا هو داخل ولا هو خارج ولا كأنه موجود. موكب. الناس مبسوطه. ولا حد بيشتكي ولا حد زعلان. الله ونعم الوكيل فيه عشان ربنا حرمنا منه. تصلي زي ما صلي ربنا ما بتصلي كده وطالعه النهارده فرحه للعيد حرمنا منها. تصلي مين؟ الناس بتتكلم على الصلاه دي، خلاص يعني الصلاه مقطعه بعضها، وبعدين واضح جدا من الصوره ان هم مسيحيين. مسيحيين. الايمان خلاص مقطع بعضه؟ لا سوري انا اسف، الحقيقه مش المفروض الواحد يقول مين اللي بيصلي ومين لا، دي حاجه بين الواحد وربنا. ده الحرس بتاع الدوله موجود وبنروح نصلي ونرجع. امال صلاه الفجر بتتكلم كام؟ ده ما لهمش دعوه بصلاه الفجر دول. ما لهمش دعوه بصلاه الفجر، ولا فجر ولا جمعه يا ريس. الرئيس عارف مين بيصلي ومين ما بيصليش. البلد مش سايبه. انتوا فاكرين الامن الوطني بيلعب؟ في تقارير عن مين بيصلي الفرض ومين بيصلي السنه ومين فاتوا صيام الاثنين والخميس. كل حاجه موجوده في ملفك وبالركعه. الرئيس عارفهم واحد واحد. انت ما بتصليش الفجر ليه؟ واي you do this؟ ها؟ واي؟ لكن للأسف الإعلام المغرض برضو مش عايز يبطل ادعاءات باطلة. في ميزانيه للصلاه كده حضرتك بتدفعها كل اسبوع. وحيد كاتب له ان صلاتك بتكلف امنيا اكل 1000 اسره. وقد قدم الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهوريه 3 ملايين من الجنيهات. بيتهموه ان لما بينزل يصلي الجمعه الامن والتحصينات الامنيه وما الى ذلك بتكلف 3 مليون جنيه. ليه كل ليه اللي فرع على الراجل؟ واحد يقول ده جيش، واحد يقول الموكب بيتكلف 3 4 مليون جنيه. ليه يعني؟ بيروحوا فين؟ بصوا تعالوا نحسبها كده مبدئيا. بدل صلاه للحراسه اللي ما بتصليش. ثانية بنحسب بنزين 95 غير مدعم، معطر العربيات من ابو 13 جنيه اللي في اونزران، عصير جزر القناصه اورجانيك، اشتراك جيم وامينو للبودي جاردات، وخد عندك بقى نظارات، سماعات، جزم، واخيرا ملابس قطنيه مريحه. طب دول ما كملوش حتى يعني 2.5 مليون في ثانيه واحده. دول 65 عربيه، تبسي سايس 100,000 جنيه، هتسيب المفتاح.
واضح ان عندك ازمه مع السياس. معلش رغم انا كنت 65 ادفع. والى جانب كده السواقين اللي في الموكب بياخدوا كورسات سواقه علشان يبقوا على اعلى مستوى. أقساط تأمين على العربية، USB عليها أغاني شعبي. ده موكب جامد قوي يعني. طب تصدقوا ده يا دوب 3-4 مليون جنيه. فيها إيه يعني؟ طب ادفعوا من جيبك. عايز تصلي لربنا في سيدة زينب بقى يعني في المسجد وعايز تروح خلاص ماشي. كل صلاة جمعة عشان تبقى حلال بلال يعني ادفع فلوسها. ليه؟ يدفع فلوسها ليه؟ يدفعوا من جيبه ليه؟ أنا مش موافق على كده. طب أنتوا عارفين الموكب ده ممكن يبقى مصدر دخل. الدولة مش محتاجة تصرف على الموكب، الموكب هو اللي ممكن يصرف على البلد. وعلشان كده مساهمة من البرنامج لحل الأزمة الاقتصادية بنقدم لكم مشروع النهضة للموكب المربح. بما إن في 65 عربية بتعدي يبقى في 65 فرصة إعلانية ممكن نستغلها. والآن نرى السيد الرئيس بسيارته المرسيدس، جر أمامي، فرامل ABS، زجاج كهرباء، إكويلايزر عشان السكسكة، سب ووفر، عراقة بلوتوث للسواق، مصفحة ضد الحجارة والمولوتوف، وفتحة سقف. يأتيكم هذا الموكب برعاية مرسيدس، BMW، شيفروليه، جيب تشيركي، تويوتا كرولا 97 الجويلة. على فكرة دي أهم عربية في الموكب عشان العين. كان في موكب تاني كان وراه 128 بس. ادي 2-3 مليون على عربيات الموكب بس. لسه بقى الخطابات بتاع الرئيس، الحمد لله عندنا منها كتير. ممكن كل خطاب يبقى له سبونسر، يعني برعاية منتج أو خدمة أو قناة. والإعلانات مش هتبقى حوالين الرئيس بس، لا دي هتبقى حوالين اللي حوالين الرئيس. وبما ان الرئيس بيصلي في مكان مختلف في كل مره، ممكن نستفيد بالاعلانات بتاعه الموبايل والSMS. وبالمناسبه دي البرنامج بيقدم مسابقه الجمعه الجايه فين. لو عايز تصلي مع الرئيس، لو عايز تقول له حرما يا ريس، اتصل بينا على 56734 SMS MMU ICQ وادخل مسابقة الجمعة اللي جاية فين، وممكن تكون من 10 كسبانين هيصلوا معاك في الجامع. وكل ما تبعت أكتر كل ما تتقدم في الصفوف أكتر، أو ممكن كمان تكسب الجايزة الأولى. وات إز إت، تصلي معاه جوه كرتون الحراسة وتقول له تقبل الله يا ريس. وعندنا كل شهر الجايزة الكبرى، ممكن تسافر معاه برا مصر. أيوة برا مصر، بس أنت قول الجمعة اللي جاية فين. هذه المسابقة لا تنطبق على الأقباط والذين قالوا لا على الدستور. سوري كنا بنقول ايه؟ كنا بنتكلم الموكب وصلاة الرئيس. شوفوا موضوع الاستفتاء والدستور مش بعيد عن موضوع الموكب. الدستور زي الموكب هيعدي، ولو الناس قالت عليه ان ده نفس اسلوب النظام القديم هيعدي. مش مشكلتي ان انت معترض، اعترض. اصل انت يا اما بتحسد يا ما بتصليش، فمالكش دعوه بربنا ولا بالدستور ولا الموكب. انت مش مصدقني ان الدستور والموكب حاجه واحده؟ الموكب بيوصلك لصلاة الجمعة اللي هتوديك إن شاء الله للجنة، زي الدستور بالظبط. أحسن حاجة إنك تتعامل مع الدستور زي ما بتتعامل مع الموكب، اقف على جنب واعمل له باي باي. بعد إذنكم بقى، نفسي أسافر بره مع الرئيس وأوصل لي برضه،
محدش يقول له ان انا قلت لا. نراكم بعد الفاصل. اهلا بكم مرة اخرى في البرنامج. الحقيقه في الفصل كنت انا بتناقش مع جمهور الحبيب بخصوص نتائج الاستفتاء، واحب اقول ان المسرح هنا كله مؤيد للرئيس مرسي ودستوره. ومؤيد لاي حاجه تيجي منه، اي حاجه. بس الاستفتاء كان حاجه تفرح، مش كده؟ وقالت الصناديق للدين تاني اجين. انتوا عارفين نتيجة الاستفتاء طلعت في 6 اكتوبر ازاي؟ نعم باكتساح. 6 اكتوبر عارفين ده معناه ايه؟ وقالت دريم لاند نعم. وقالت جاردينيا والكومباوندز اللي حواليها. بمناسبة الاستفتاء في كالعادة موضوع خلط الدين بالسياسة. للأسف الإعلام الليبرالي طول عمره بيتهم الإخوان إن هم بيخلطوا الدين بالسياسة أو بالزيت أو بالسكر. كل ده كلام فارغ. دي حجة بيغطي بيها التيار المدني على عجزه الانتخابي. فاكرين لما اتهمنا الإخوان باستغلال الدين في الانتخابات وخلط السياسة بالدين؟ جه حزب الدستور في العيد وعمل نفس الموضوع، هو كمان خلط السياسة بالدين باللافتات. ومش كده بس، حزب الدستور عمل وقفات ضد التحرش، ده بقى اسمه خلط السياسة بالسكس. ومع ذلك فضل الإعلام الليبرالي المغرض يجيب الغلط كله على الإخوان والسلفيين. ابتدوا مثلا من فترة بعيدة بالشيخ الجليل أبو إسماعيل، ومسكوا على أنصاره حاجات تافهة وقت انتخابات الرئاسة. جاء أخ من العمرة أمس فاتصل بي هاتفيا قال: لقيت الأخ فلان في المسجد النبوي رأى رؤيا أن النبي دخل عليهم فسأل عن حازم أبو إسماعيل. ثانية واحدة. حتى الرؤية الشيخ أبو إسماعيل سابها ومشي؟ هو كان اعتصام؟ يلا ما علينا. وبعدين حصل ايه؟ أقسم لكم بالله هذا حدث. فسأل عن حازم أبو إسماعيل وقال: أبلغوه أن الله راض عنه. إذا لم تنشر هذه الرؤية فاعلم أن لميس الحديد هي التي منعت. على فكرة أنا في واحد صاحبي نشر الكلام ده هوت، وبعد أسبوع كسب في مسابقة الجمعة الجاية فيه. وكمان ما هو عادي إن أبو إسماعيل يبقى على بالنا، لأن هو موجود في كل حتة، بوسترات، برامج، اعتصامات، إلا لو جاله كرامب أو ضاع منه الشاحن. على فكرة ثانية واحدة، على فكرة موضوع الشاحن ده كان إشاعة ونكتة سخيفة عشان الإنصاف بس. ما تفتكروش يعني ان انا بخاف من حازمون وابو اسماعيل والناس دي، انا ما بيهمنيش اي حاجه خالص، يعملوا ابوس ايديكم ما تحرقوش المسرح. النبي. بس مواضيع الرؤيه والاحلام دي كلها روحانيات، واحد زي ما يفهمهاش. عشان كده ما فهمتش قصد الشيخ ابو الاشبال لما كان بيأيد ابو اسماعيل. لعنة الله على من انصرف عن هذا العبد الذي يقول الدين ويقول الشريعة ويقول الإسلام. اللعنة وصلت لكم؟ اللعنة وصلت لك؟ لعنة يا بيه؟ لعنة هناك ورا؟ حضرتك عايز اللعنة هنا ولا نلفها لك؟ الهانم الصغيرة؟ ملعونة اوريدي. اوكي. طبعا الشيخ ابو الاشبال تراجع عن كتير من الكلام ده، لكن في سؤال تقني لو سمحت. بالنسبة للي ما وقفش جنب الشيخ حازم فخد له اللعنة، وبعدين قال نعم في الاستفتاء. ايه؟ بالمناسبة دي احب اقول لاتباع الشيخ حازم بصوت عالي وقوي وان انا ما بخافش، بالنبي ما تحرقوش المسرح.
معلش اتباع الشيخ حازم متحمسين شويه، بس مع الرئيس مرسي الامر مختلف. الاخوان ناس عاقلين مش بيأفوروا كده. راضي عن اداء الرئيس رضاء كاملا، واعتقد ان هذا الرجل قدر اختاروا ربنا. هو من ناحيه قدر فهو قدر، ربنا اختاره، ربنا بيختبرنا بيه، يعني كل يجيبوا ربنا كويس. معلش مبالغات مجاملات، ما خسرش. هو ما كانش عايز وجه قدر، كلام عادي يعني، لكن صعب جدا تلاقي حد مثلا يقول ان هو مدعوم من الله، وخصوصا لو كان اسمك منال ابو الحسن ومن حزب الحريه والعداله. محمد مرسي الدكتور الاستاذ المهندس مدعوم من الله سبحانه وتعالى، لانه اختير وقدر الله سبحانه وتعالى ان يكون هو المرشح للاخوان المسلمين. وكان ايه لازمتها الفلوس اللي صرف شفيق؟ ده مدعوم من الله. وكان ايه لازمتها مشروع النهضه؟ ده مدعوم من الله. وسلاسل بشريه وناس نازله رايحه الميدان وناس تفض اعتصام في الاتحاديه، وجبنا ناس معفنين عليه ده كله. ده مدعوم من الله. الى جانب ان هو في ميزه قويه جدا، لا يستطيع احد في وسائل الاعلام او في السياسيين او في غير السياسيين ان يجد له نقطه سوداء في تاريخه الابيض، فهو رجل شفاف ابيض ابيض بمعنى الكلمه. انت عارفه انك طالعه تأيدي الرئيس مش تعلني عن مشروع غسيل، صح؟ نظافه غسيل يعني ابوس ايديك وما تحرقوش المسرح. يعني وكمان ايه شفاف دي؟ ايه الفضاح دي يا حاجه؟ ابيض وشفاف، هو قنديل؟ مش ده، ايوه ده. المشكله ان الرئيس مرسي نفسه لما بيتكلم عن انجازات، عن خطط، عن توافق وطني. صحيح ما فيش حاجه منها بتحصل، بس بيتكلم عنها، عنده رؤيه. صحيح الاخوان هم بس اللي شايفينها، بس لو حاولت تبص وتدور على الرؤيه دي، لو حاولت على قد ما تقدر تشوفها مش هتلاقيها برضه. بس مش هي دي المشكله. المشكله ان الناس التانيه سوقت لمرسي مش عشان هو مهندس، مش عشان هو واحد عنده رؤيه، لا، سوقت له علشان حاجه تانيه خالص. رئيسكم ملتحي، رئيسكم يعتمر ويزور مسجد الرسول، رئيسكم يصلي إماما، رئيسكم يعطي دروسا، رئيسكم يتكلم بالكتاب والسنة. ألا تكبرون؟ ألا تكبرون؟ الأنبوبة معدية 80 جنيه لو لقيتوها، ألا تكبرون؟ الزبالة بدل ما تتشال بتزيد عشان تقع فيها البركة، ألا تكبرون؟ الدعم هيترفع وإحنا هنترفع معاه، ألا تكبرون؟ والناس تقول لك تفضل تقول لك وتنبر وتقول لك عمل ايه في ال100 يوم. 100 يوم 100 يوم مين يابا؟ عندنا رئيس كده هو بتاع ربنا بيصلي، عايز ايه اكتر من كده؟ لا 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 لا، موضوع ال100 يوم ما يتهيأليش ان هم هيوصلوا لدرجه ان هم يستغلوا الدين في موضوع ال100 يوم ده. ماذا حقق النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة بعد 100 يوم؟ لا أنا معترض على ما نتفق، بس أنا لسه أفصل أيضا. ما حققه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وهو معصوم ومؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، هل حقق الحلم الذي كان يحلم به كل أتباع النبي عليه الصلاة والسلام في 100 يوم؟ سؤالي كالآتي: ماذا حقق النبي صلى الله عليه وسلم في 100 يوم الأولى؟ هو الوحي نزل على مرسي ومحدش قال لنا؟ أنت بتهرج صح؟ أنت قد التشبيه ده؟ ده كان في ساعتها وحي ورسالة ودعوة برضه، ولا أنت مطنش كل ده؟ أنت حضرتك عايش معانا في الزمن ده؟ يقولون أن هناك دستورا جديدا يصوت عليه أتباعه بنعم، فماذا نحن بفاعلون؟ دي الطريقة اللي بيتكلموا بيها في جبهة الإنقاذ.
خلص التشبيهات خلاص. حد عايز يزود؟ دكتور محمد مرسي شابه نبي الله يوسف من وجه. أنا لا أحب الغلو في أحد خالص، ولا في غلو ولا مبالغة في التشبيه بالأنبياء خالص. انت عداك العيب واسح. هو شابهه في ايه بقى؟ سيدنا يوسف طلع من السجن للعرش. دكتور محمد مرسي برضه خرج من السجن إلى عرش مصر. عشان كده لما تحصل مجاعة في البلد ونعدي بالسبع سنين العجاف ما تقلقوش، دي من كرامات الرئيس مرسي. زي ما حصل بالظبط زمان. بس ممكن طلب زغنطة قد كده، ممكن نشوف السبع سنين الحلوين الأول. على فكرة في آخر السبع سنين عجاف لازم تنتخبوا تاني عشان هتبقى سنة زي الفل. خلص تشبيهات الأنبياء، ممكن نرجع تاني نتكلم على صلاة الرئيس والبركة اللي حلت علينا. متهيألي أخف شوية من موضوع التشبيهات دي. أكرمنا الله برئيس يصلي إمام بمرؤوسيه في قصر الرئاسة، ويصلي الجماعة في المسجد. الله أكبر. صارت صلاة الجماعة تقام في قصر الرئاسة. ما شاء الله، أول مرة أعرف إن بقى في صلاة في القصر الرئاسي. دي حاجة حلوة خالص. يا ترى بعد ما خلص عمل إيه؟ حطم الأصنام اللي هناك؟ على كده بقى مبروك على مصر الجديدة دخول الإسلام. بعد أن دخل الإسلام القربة ونواحي هليوبوليس، سوف تكون هذه آخر مرة يفوز بها حمزاوي بمقعد في البرلمان. الحقيقة الحمد لله، الحقيقة يعني الفتوحات كانت واقفة عند نفق العروبة في صلاح السلام عشان الزحمة، لكن دلوقتي في أمل إن احنا نكمل الخطوة الجاية إن شاء الله. هتكون في الميريلاند وميدان تريوم. الحمد لله يا جماعة، يعني ربنا رزقنا برئيس مؤمن بطريقة الحقيقة يعني الرئيس مرسي كامل من مجاميعه. مرسي اسلامي ورئيس ملتحي بيصلي في المسجد وبيحافظ على صلاه الفجر. سبحان الملك، صار لنا رئيس بلحيه. هي دقنه صغيره شويه بس احسن من النتيجه. وكمان مش عاجب، معلش هنستحمله، يمكن بكره تطول زياده، مش على المستوى هي دلوقتي، هي صغيره بس كرباج. معقول هو ده كل اللي يهم في الرئيس؟ ما دام ملتحي يبقى مفيش مشكله في اي حاجه تانية، ما دام بيصلي يبقى المشاكل المزمنه بتاعت البلد هتتحل اوتوماتيك. يا جدعان يا جدعان، ده ناقص يجي لنا في المنام. معذرة ثانية واحدة، أنا شفت الرئيس مرسي في 6 رؤيات. 6 رؤيات؟ أنت عندك فراغ للدرجات عشان يجي لك في 6 رؤيات؟ هو رئيس فضيلك عشان يجي لك 6 رؤيات؟ وجاب معاه الحراسة وقفل الشارع ولا عدى عادي؟ أنا الرئيس على بال ما بيوصل لي بيقفل حلمين في سكته. على العموم الرؤية خير، على الأقل ما قالتش إن هو مدعوم من الله، مقيد من الله، مدعوم من الله، ولا جالها لابس أبيض فأبيض. شفته في 6 رؤيات، في كل رؤية أشوفه أبكي والرجل يبكي، وأشوفه في زي أبيض ناصع دليل على النسك والدين. أقول له أنت مقيد من قبل الله. والله يا أختي أنا كمان واحد جالي في المنام وخير اللهم اجعله خير، يعني كان ماسك في إيديه دستور. سألت بقى عمنا الشيخ قال لي دي بشرة خير، قلت له يعني هتكسي؟ قال لي لا هتتكسي مين، احنا هنلبس كلنا. على فكرة بس ملحوظة صغيرة، معلومة لكل اللي بيقول ان انا عمال اصطاد من قنوات ما حدش بيتفرج عليها ومش مهمة والناس اللي فيها مش مهمين، احب اقول له ان اللي قاعدين وقت المكالمة دول كانوا مصطفى شلبي عضو لجنة نشر الدعوة بجماعة الإخوان، مسعد الزيني عضو مجلس شورى عام جماعة الإخوان، وأخيرا
أسامة سليمان عضو مجلس علماء أنصار السنة، وده اللي عارف أنا بعمل إيه في دورة المية وبالأدلة. يبقى الرئيس تم تشبيهه بالأنبياء بالصحابة وبيجي الحلم. فاضل تشبيهات تانية ما قلناهاش على الرئيس. طب ما تيجي نسمع الناحية التانية. التيار الليبرالي هو بيقول ايه على الرئيس؟ يبدو الرئيس مرسي في صفات من صفات الجمل. ايوه هو بيضرب في الوقت المناسب. احنا وقفنا قدام الفيديو ده كتير قوي حقيقة، يعني كتير قوي فعلا يعني، عشان نحاول نلاقي تعليق مناسب افيه. ولما لقينا الرد، محامي البرنامج نصحنا اننا ما نعلقش عشان مش ناقصه. بس احنا بقى ما بنخافش وهنعلق. انا قلت اللي عندي خلاص. بس اكيد في وسط كل ده كان في كلام عقلاني. ليه احنا المفروض نأيد الرئيس مرسي؟ انا حزمت امري من اول يوم، من اول يوم، مش من قبل المرحله الاولى، لا كل المراحل انا حازم امري ومن يسير ورائي الدكتور مرسي هو رجل هذه المرحله ورجل هذا الزمان. تمام، كلام موزون، في ثقه في الرئيس، في ثقه في قدراته، في اصرار على تأييده زيه زي اي حد مؤيد لاي مرشح تاني، عادي يعني. احمد الله سبحانه وتعالى، مش لاني رجل دين محترف دي شغلتي. انا بعد ما عقدي خلص في انبي كان صعب اخلص مشوار احترافي، وخصوصا بعد اصابه الرباط الصليبي. استغفر الله العظيم، صليبي ايه؟ استغفر الله العظيم. المهم ان انا كنت عايز اقول، يعني عايز اسمعه ليه فعلا هو بيأيد الرئيس مرسي. احمد الله سبحانه وتعالى، مش لاني رجل دين محترف دي شغلتي، ولكن لاني مصري مسلم عربي، وده على رأي الستات لما يقولوا ده فارس احلامي. انا انصحك انك توصل اللي عايز تقوله بسرعه. هذا الرجل من اغرب الحاجات يا دكتور. المسيحيون بالامس عندهم مشكله، فارادوا ان يقابلوا الدكتور مرسي، فاتسحروا قدام البيت لانه عارفين ان كانوا يصلي الفجر. لا اله الا الله، سبحان الله. فاتسحروا قدام البيت ودخلوا معه المسجد صلاه الفجر. لا اله الا الله. اقسم لك يا شيخ محمد ان نصارى مصر سيدخلون في دين الله افواجا. عندما تزال قبضة الكنيسة الحديدية. قبضة الكنيسة الحديدية؟ ثانية واحدة، قبضة الكنيسة الحديدية؟ أنا الكلام ده بيفكرني بإيه؟ اللي ما يعرفش الفنان يوسف منصور ده كان بيصوت في كل أفلامه قبل ما يكون في استفتاء ودستور والكلام ده. وعلى فكرة ما تستغربوش من استخدام عبارات زي قبضة الكنيسة الحديدية. أفلام يوسف منصور ضيعت أجيال بالكامل، مسلمين ومسيحيين. وبعد ما النصارى كلهم يخشوا الإسلام مش هيبقى فيه أي لازمة للكنائس، ممكن نستفيد منها اقتصاديا. احنا مش محتاجين للكنائس بعد كده، بدلها هيكون فيه بشوي مول، كوفي شوب المقدس، وسانت فاطمة موتورز. تخيلوا كمية الفلوس اللي هتيجي من ورا الكلام ده. فاكرين ال 200 مليار اللي الإخوان وعدونا بيهم هيجوا كده. وأخيرا مش هيكون فيه مسيحيين. ايه؟ ما بقاش كمان المسيحيين كمان نخاف منهم؟ في ايه؟ كل واحد شويه يخاف عشان خاطري ما تحرقش. عشان كده لازم كلنا في النهايه نأيد الرئيس مرسي،
وننتخبه، مش بس اول مره، لا، اول وتاني وتالت ورابع. ما حدش بقى يقول لي حوار الدستور تداول السلطه وفترتين بس وبتاع الكلام. هتلاقي فين تاني واحد ملتحي متدين شبه سيدنا يوسف مدعو من الله بيتشاف في الحلم ابيض شفاف هيدخل النصارى الاسلام؟ هتلاقي فين تاني رئيس بالمواصفات ديت؟ لان بعد الرئيس مرسي ما يخلص فترته هيلاقوا فين مواصفات مقدسه مش موجوده في اي رئيس تاني. سؤال بقى، لما حد تاني يترشح حتى من نفس التيار هيعلوا ازاي على الكلام ده؟ ازاي؟ قبل ما نختم الفقره دي احب اقول لاي حد بيفكر ان هو يرفع علينا قضيه ازدراء اديان او اهانه رئيس، بص تاني على الفيديوهات وشوف مين بيزدري الاديان ويهين الدين ومع الرئيس. كان زمان الشعب المصري معروف ان هو بيصنع فرعون، لكن احنا دلوقتي بقينا بنصنع النبي، ودي الحاجه الوحيده في مصر اللي مش ممكن تتصنع في الصين. عشان كده بالرغم ان الرئيس مرسي ما طلبش من الناس انها تقول عنه كده، اسمعوا كلامهم برضه وانتخبوه مدى الحياه. حسك عينك ما تنتخبش بيقول انا بتاع ربنا، عشان لو ما انتخبتوش، لو فكرت يوم ان انت تعارضه تقف ضده، هو ده اللي هيتقال عليك. مش بيكرهوا الدكتور مرسي او بيكرهوا الاخوان او بيكرهوا التيار، ده هم بيكرهوا الاسلام ويقولون نحن ضد الاخوان، لا هم في الحقيقه يحاربون الاسلام. الحرب مش على الاخوان، الحرب على الاسلام. مبروك علينا جهنم يا رجاله. الا تكبرون نراكم على الفاصل. أيها السادة، البرنامج يقدم Percussion Show. 1 2 3 1 2 3. شب أزوزة شب أزوزة. Yeah.
Zema, Zema, Mama Zema, Mama Zema, Lady. Hip, hip, homie. Whoa. Hip, hip. The mama lady, mama lady, the mama lady, the mama lady, mama lady, the mama lady, mama lady, mama lady, lady, the mama lady, mama lady, the hip hip, mama lady for me, lip. Tiggity bambo, mama lazy bambo, tiggity bambo, lazy party, mama lazy bambo. اهلا بكم مره اخرى في البرنامج معانا النهارده بيركشن شو في اخر فقره في البرنامج. انا بس عايز اسال النوع اللي انتوا كنتوا بتعملوه قبل كده في الجزء الاولاني كان ايه؟ اسمه بادي بيركشن. ميرسي جدا. عايز تزود حاجه؟ احنا اسمنا ذا بيركشن شو، وعرفت استغل الموقف. احنا من اليمين ان شاء الله بوب وشمس ميزو احمد علي وانا احمد بهاء. هايل يا جماعه. ميرسي شكرا. حوار مؤثر جدا الحقيقه. طب انتوا هتعملوا ايه في الفقره الثانيه من البرنامج؟ احنا هنلعب ده الآلة دي اسمها كاخون. منين كاخون؟ كاخون اصله من بيرو، وبعد كده استخدم في فلامينكو في اسبانيا، واحنا بوب من اوائل الناس اللي لعبوا كاخون في مصر، هو معانا برضه في البركشن شو يعني. شرف. بيرو انت عارف ان في ناس قبل كده بتقول صربيا وكلام من ده، دلوقتي دخلت تقول لي بيرو. طب تمام. تحب اي اسماء تانية تشكرها؟ بابا ماما اي حد؟ بابا هشكره فعلا ان هو ساعدني. انا كنت بهرج على فكره. مش بهرج. بابايا بقى عابدين ساعدنا في انتاج الفيديو كليب، ومحمد شاكر كان مخرج معانا برضه ساعدنا جامد جدا. محمد شفيق كوريوجرافر، هو يعتبر عضو مهم جدا معانا. وساره جمال وياسمين مختار وبسمه الغمري وهبه نواره وسيما عبد القادر انتوا جايبين الناس بتوعكم هنا. طب وريدي واصله. وهشكر بقى الناس اللي في البرنامج هنا، في ناس كتير ساعدتنا بجد ان احنا نقدر نعمل ده. سامح جمال مهندس صوت، بجد الموضوع كان صعب جدا. نشكر استاذ باسم يوسف. ميرسي خالص. ميرسي، ارجوك ما توقفش، ارجوك. شكرا. اوكي، ف مره اخرى سيداتي انساتي سادتي مع بيركشن شو.
شكرا ليكم، شكرا لبركاشن شو، شكرا للجمهور الرائع اللي هنا. نراكم ان شاء الله في الحلقه القادمه من برنامج البرنامج. شكرا.